في اليوم السابع من شهر أمشير الكنيسة بتفتكر راعي من رعاتها اللي عاشوا أيام صعبة قوي، هو البابا ألكسندروس الثاني، البطريرك الثاني والأربعين من بطركة الكرازة المرقسية، سنة 445 للشهداء، يعني سنة 729 ميلاديا. الراجل ده سلم روحه بسلام بعد رحلة طويلة من الجهاد والتعب. لكن الحكاية ما بدأتش من الكرسي البطريركي، بدأت من قرية صغيرة اسمها بنا بالمحلة الكبرى. كان طفل هادي بيحب الصلاة وبيحب يقعد لوحده مع ربنا. كبر وهو قلبه متعلق بالسماء أكتر من الأرض، وما كانش بيدور على شهرة ولا كرامة، كان بيدور على الخلوة. وفي يوم ساب الدنيا كلها وراح يترهب في دير الباتيرون اللي كان معروف بدير الزجاج، دير هادي في البرية، ناس عايشة فيه بالصوم والنسك والصلاة. هناك عاش راهب بسيط، لكن فضيلته كانت بتنور زي النور. سمعته انتشرت مش لأنه طلب كده، لكن لأن ربنا بيعلن قديسيه. وبعد نياحة البابا سيمون الأول الكرسي البطريركي بقى فاضي. الشعب والأساقفة بص حوالين نفسهم، مين يشيل المسؤولية دي؟ مين يقود الكنيسة في الأيام الصعبة؟ والآراء كلها اجتمعت على اسم واحد، الراهب القس ألكسندروس. هو ما كانش طالب المنصب، لكن الطاعة كانت أكبر من رغبته في الخلوة، فرسموه بطريرك يوم 30 برمودا سنة 420 للشهداء، يعني سنة 704 ميلاديا. أول أيامه كانت هادية والدنيا شكلها مستقر، لكن الهدوء ما طولش. الشيطان أثار الحرب على الكنيسة، الوالي بدأ يسيء معاملة المسيحيين، الضغط زاد، الخوف انتشر، وبعدين قبضوا على البابا نفسه. ما سابوهوش غير لما جمعوا له 3000 دينار. تخيلوا راعي الكنيسة متحمل الإهانة والضغط عشان يحمي شعبه. الوالي ده ما كملش كتير، لكن اللي جه بعده كان أشر منه. الأوضاع ساءت أكتر، غرامات، مضايقات، ظلم متكرر. ومش والي واحد بس، ده 4 ولاة ورا بعض، كل واحد فيهم بيضغط أكتر من اللي قبله. وكأنه ده مش كفاية، كانت في محاربات كمان جوه الكنيسة نفسها، وكمان من الخلقدينيين، نار من بره وتعب من جوه. لكن البابا ما اشتكاش ولا اتمرد ولا هرب، كان واقف راجل صلاة، كان بيرفع عينه للسما ويقول: يا رب الكنيسة دي كنيستك انت، وتحمل الآلام، تحمل الغرامات، تحمل الإهانات، وهو قلبه ثابت لحد ما جه اليوم اللي تعب فيه الجسد، لكن الروح كانت جاهزة. وفي سنة 445 للشهداء سلم روحه بسلام. راعي اتعصر في زمن صعب، لكن خرج منه ثابت أمين، وساب لنا مثال إن القيادة مش كرامة لكن صليب. بركة صلواته فلتكن معنا كلنا، آمين.